عليكم. انا نجلة، اهلا بيكم في قناتي ماما ورودي في المطبخ. وحشوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله حابه اعمل معاكم صينيه رواني ان شاء الله تعجبكم، بمقادير سهله وحلوه قوي. عايزه اقول لكم ان احنا معانا دقيق كوبايه وربع دقيق، 3/4 كوبايه جوز هند، نص كوبايه دقيق سميد، كوبايه سكر، معايا معلقه ونص بيكنج باودر و3 فانيليا وعلبه زبادي وكوبايه سمنه على زيت. انا بحب اعملها بصراحه كده، يعني احط السمنه على الزيت، وثلاث بيضات، وكمان معلقه محسن كيك بحطها معاهم وانا بضربهم في الخلاط. هحط المواد السائله كلها مع بعض، وان شاء الله اخلصهم واوريكم هنعمل ايه بعد كده مع بعض. في الخلاط كده هحط البيض 3 بيضات زي ما اتفقنا، واحط عليهم الفانيليا 3. انا بحب الصراحه فانيليا كوكس قوي. تمام. واحط معاهم السكر، هحط معاهم الزيت، كله مع بعض، كل الحاجات السايله مع بعض. على فكره هي انا عملت بالكوبايه المعياريه. الكوبايه المعياريه انا حطيت بيها الزيت، يبقى بعير بيها الدقيق، بعير بيها جوز الهند، كل الحاجات بعيرها زي بعض، يعني بنفس الكوبايه. بس طبعا في اللي هي 3/4 كوبايه اسمه ايه ده، الجوز هند. طبعا مع الكوبايات المعياريه في برضو معيار الجوز هند. انا دلوقتي هضربهم كلهم في الخلاط واوريه لكم لما يطلع. كده معايا الخليط بتاعي اللي انا عملته في الخلاط. تعالوا هنفضيه مع بعض كده. هنفضيه في حاجه عندي هنا كده، شايفين لونه فتح ازاي؟ فضيه كويس وارجع لكم. فضيت الخليط بتاعي. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الدقيق اللي احنا كنا معايرينه، اللي هو كوبايه وربع دقيق، وعليه رشه ملح صغيره زي ما انتم شايفين كده. هحط دقيق السميد، تمام، الجوز هند، والبيكنج باودر، تمام. هقلب بقى بالراحه كل الخليط مع بعض بالراحه، كله يتقلب مع بعض يتجانس كويس، واحطه في الصينيه اللي هسوي فيها في الفرن. طبعا انا مولعه الفرن قبل ما اشتغل، قبل ما اعمل اي حاجه كنت مولعه الفرن، تمام. طبعا الرواني نسقيها شربات لما بتطلع من الفرن، يعني اول ما تطلع من الفرن كده اكون انا عامله بقى شربات ويكون بارد. هعمل مثلا كوبايه سكر وعليهم كوبايه ميه، ويفوروا شويه دقيقتين كده، وبعدين اقوم ايه طافيه عليهم يبردوا. اول ما تطلع من الفرن اقوم سقياها بيها على طول، وحط على وشها جوز هند. انا عندي الصينيه بتاعتي اللي هقدم فيها، اللي هحطها فيها يعني اهو، وبطناها من الدقيق زي ما انتم شايفين. تيجي افضي فيها الصينيه بتاعتي، افضي فيها اللي احنا عملناه بقى كده اهو. ان شاء الله تطلع من الفرن. طبعا انا ظابطه الفرن على 180 درجه، وكنت مولعاه قبل ما ابتدي اشتغل في الصينيه. اي حاجه هعملها في الفرن لازم اشغل الفرن قبل ما ابتدي اشتغل، علشان الفرن يبقى سخن كفايه، تمام. اهو كده كل الكميه اهي. شكلها كانت عايزه صينيه اصغر شويه، بس مش مشكله، هنطلعها من الفرن ونشوف شكلها بقى عامل ازاي.
انا طلعتها اهو زي ما انتم شايفين. هي لو كانت طبعا اتحطت في صينيه اصغر اكيد كانت تبقى اعلى من كده. تمام. انا هعمل ايه بقى؟ خلاص اديتها الشربات بتاعها، احط عليه جوز هند. وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عملتوا الوصفه دي قولي لي رايكم فيها ايه وعجبتكم ولا لا، وحطوها في صينيه اصغر من دي شويه عشان لو انتوا حابينها تبقى عاليه. تمام. باي باي. شايفين كده؟ احنا كده بعد ما طلعتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين، شايفين الطراوه بتاعتها. عايزين بقى تحطوا، بصوا، عايزين على فكرة تحطوا تزودوا الشربات عليها، دي حاجة بتاعتكم يعني. الشربات ده بقى على حسب الرغبة. تمام. اهي هنا كده سخن قوي، شايفين عاملة ازاي؟ يا رب تعجبكم. باي باي.